مرحبا شباب. اليوم عندنا حلقة جديدة من برنامج دمسكينو وبريطانيا لزيارة المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. الدعوات اللي توجهت للعالم مشان تجي ويعملوا اجتماع ترحيبا بالرئيس أحمد الشرع. الأهم من زيارته لألمانيا وبريطانيا، الأهم من هذا الحكي اللي صار ببريطانيا، المؤتمر اللي عمله. الصحفية سألته أسئلة من كعب الدست يعني، فخلينا نستعرض شوي من هاي الأسئلة والأجوبة اللي جاوب. معقدة. Are you going to keep the Russian military bases in Syria open? هل ستبقي القواعد الروسية الموجودة العسكرية الروسية الموجودة في سوريا مفتوحة؟ يعني أول شيء هذا دليل على نشاط الدبلوماسية السورية، يعني تكون في البيت الأبيض بعد بضعة أيام تذهب إلى الكرملين، وخاصة في هذا الوقت الحرج الذي يصعب على أي دولة في العالم أن تستطيع أن تنشئ علاقات متوازنة بين أطراف متصارعة. لكن أيضا روسيا كانت منخرطة في الحرب ضد الشعب السوري مع النظام السابق، وهناك علاقات تاريخية وروابط معينة بين سوريا وروسيا قديمة. حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، فمن بين عشرات القواعد يعني الصحفية لازم في أسئلة دق 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 شكل طولي بالي. الأنينة ما فتحت، ما مفتاحين الأنينة وهي عم تفتح الأنينة عم تسأل السؤال. يعني خليه ياخذ خليه يلقط نفسه الزلمة. أصلا هو يمكن يعني عم يقول لك إنه هيك مشان تفتح الأنينة مشان تهدي شوي، يعني مشان يعرف يفكر الزلمة شو مو فحص قاعد هو يعني سؤال ولا سؤال ولا سؤال. خليه يشرب مي، طيب خليه يشرب مي الزلمة. الإعلان الدستوري الدستور القديم، فيجري النظر في قوانين. بعد إنشاء مجلس الشعب سينبثق عنه لجان، فاللجان ستعيد صياغة الدستور، فضمن الدستور سيلحظ قوانين الأحزاب. بعد لحظ قوانين الأحزاب نكون قد بنينا البنية التحتية لإجراء انتخابات. يعني هذا الكلام جميل جدا، جميل جدا ولا غبار عليه برأيي. يعني أنا كلياتنا شفنا المظاهرات اللي طلعت بسوق الحميدية بدمشق دعما لغزة. وجنة جنة جنة إنه واحد يطلع يعبر عن رأيه، فيك تطلع تعبر عن رأيك، بس هدول اللي طلعوا إنه أنتوا تجوا، هدول الجماعة طلعوا جماعة أحمد جبريل. أحمد جبريل اللي هو كان أحد شبيحة بشار، واللي كان هو أصلا يقتل الفلسطينيين بمخيم اليرموك، فهو كان أحد شبيحة. هدول الزلم الشباب تبع أحمد جبريل من نفسه، لأنه أنت تجي تهجم تكسر سفارة الإمارات. وعيب هذا الحكي، هذا الحكي لا يجوز. وهدول أصلا يعني هن هدفهم بس يعملوا بلبلة ويعملوا مشاكل لسوريا، لأنه هن يعني تعرف جماعة الكبتاغون، جماعة بشار، يعني هن هدول جماعة أحمد جبريل اللي هن تبع منظمة التحرير الفلسطينية على أساس يعني بندقية تبعهم انطلقت على كل العالم إلا على إسرائيل. يعني هن قاوموا الشعب السوري، قاوموا الشعب الفلسطيني، قمعوا الشعب السوري، قمعوا الشعب بمخيم اليرموك، بس طلقة ما طلقوا على إسرائيل، لأن أساسا يعني بحياتهم ما طلقوا طلقة. في واحد تافه، يعني احذروا من هذا التافه، يعني أكيد لازم تتوقعوا من هذا التافه. في واحد تافه بس علق على لما الرئيس أحمد الشرع بده يفتح القنينة، ما عرف كيف يفتحها. احمد الشرع رجل ما سهل القنينه بالمقابله، بس مو عبره. يعني هل في واحد مالي كاتب تهكم قال شلون هذا فاتح الشام، طلعتوا راسنا فاتح الشام وقنينه مي ما عم يعرف يفتحها. قال يا حبيبي يا سمير يا بكيني، يعني بعرفك انه انت هلا ما عندك لا شغله ولا عامله، فانت عم تستغل هذا الحكي مشان تحكي هذا الكلام مشان يجيك متابعين ومشاهدين ومدري شو هذا الحكي. اخي زلمه جاي من الجبهات، زلمه مو تبع مطابع، الزلمه مو مثلك قاعد عم يطبخ ويجلي ويمسح لمرته. الزلمه تبع جبهات، تبع خنادق، متعود يشرب بالمطره، مو متعود على هاي المي عادي. بعدين هذا ممكن يصير مع أي واحد، يعني واحد ما بيشرب بقنينة عادية.
أنينة ما بيعرف فيها، أي واحد ممكن تجي هي الأنينة يعني وما يعرف يفتحها يعني. بس أنت يعني واحد سخيف وبدك تتصيد أي شغلة يعني. مثل الجولاني كان سبب بقتل الآلاف، ينمد له السجاد الأحمر. إحنا كفيلة إلنا إهانة كبيرة للناس اللي راحوا والناس. يا جماعة كانوا في فارة مرت من هون ما أول شيء اسمه الرئيس أحمد الشرع، يعني عمك وعم غيرك يعني. واحد مجنون يعني لسانك مسحوب منك أنت شيء. واحد مجنون يعني وتسبب بموت آلاف. وين الآلاف هذول؟ اذكر لنا اسم واحد منهم طيب، بس واحد منهم اذكر لنا اسمه يعني. بعدين هو ما تسبب يعني. شغلة الساحل وكذا والفلول، بتعرف الفلول هن اللي تسببوا. الفلول لما راح الأمن العام موجودين بالبلدية، الفلول صاروا غدروا فيهم وقتلوهم للأمن العام، والأمن العام رد عليهم. شايفين شو فائدة الثورة السورية؟ صرتوا توقفوا بالشارع، انتوا الفلول صرتوا توقفوا بالشارع وتعملوا مظاهرة وتوقفوا بالشارع وتعبروا عن رأيكم. هاي شغلة بحياة عمركم ما سويتوها بسوريا وما سمحوا لكم تساووها يعني شو فائدة الثورة؟ انه انتوا صرتوا تحكوا بالديمقراطية وتعملوا تظاهرات ومدري شو، صرتوا تحكوا، تعلمتوا يعني تعلمتوا الفصحى يعني. بس بتعرفي شو الفرق بيننا وبينكم؟ لما نحن كنا نطلع نعمل بروتست، نعمل وقفات، نحن كنا نطلع مشان الحق، أما أنتوا طالعين مشان الباطل. نحن كنا نطلع نحكي كلمة حق، أنتوا طالعين تحكوا كلمة باطل، طالعين تتبلوا. والله العظيم أني حاسة بذنب. والله نحن اللي أخذنا ذنب لما شفنا سقف لأنه عندي بيت نام فيه وعندي حرام اتغطى. يعني أنت طالعة تتضامني ولا طالعة تغري ولا شو طالعة تعملي بالضبط يعني؟ فاهمينها بس، ولا أنت لحالك حرام يلا خلينا نرفع عنهم شوي يعني هذا تضامن غير شكل الصراحة يعني.